سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح، صحتكم مليحه. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي كويزين فضيله. بعد غياب طويل انا عاودت وليت ليكم بغوصات جديده تاع شخشوخة الظفر. نتمنى تنال اعجابكم، تبعوا الفيديو معايا حتى للاخير. هنايا هذه هي الشخشوخه راح نستعملوها اليوم من لا مارك نيدو. تتنباع عادي في لي سوبيغات. راح نقبضوا لا كوكوت تاعنا، راح نديروا فيها الزيت، المارغرين، راح نديروا مرصوات تاع الدجاج، وتقدروا ثاني تخلطوا الدجاج مع اللحم. الناس تاكل اللحم، انا ما ناكلش اللحم، سي بوغ سا درت غير الدجاج. راح نخليهم يتقلاو. كي يتقلى الدجاج تاعنا راح نديروا له البصل اللي كنت سكرفشتو ولا بلوطون ريحيتو عادي في الاشوار، ماشي بزاف، ريحيتو شويه. وراح نزيد عليه التوابل اللي هما العكري الاحمر، الحلو، الفلفل، الزنجبيل، درت شويه زعتره، ودرت شويه راس الحانوت والكركم، وبلا ما نساو الملح، ودرت شويه لا مونطارد كيما نعرفوا بلي الدجاج يحب لا مونطارد. راح نخلي هادو المقادير يتقلاو. بعدها راح نضيف طوماطيش مسكرفجه ولا طوماط كونسونطري، راح نزيد عليهم بعد ما يتقلاو، نزيدو الحمص ونمرقو القدره تاعنا. دائما المرق ديروه زياده باسكو نحتاجو في هاد لاغوسات شويه المرقه. بعدها نغلقوا لا كوكو تاعنا، نخلو المرقه طيب ونروحوا للشخشوخه تاعنا. هنا الشخشوخه كيما شفتوا لا مارك نيدو، هذه تتباع عادي في لي سوبيغات، يعني اي واحد يقدر يشريها بلا ما تستعملوا هذيك اللي تخدم في الدار، الناس ما تعرفش تخدمها. راح نديرو هنا جبت عفوا جبت الشخشوخه تاعي، درت مغرف تاع الزيت، زيت عاديه، وبديت نبسس في هذيك الشخشوخه. بعدها راح نديرها تفور التفويره الاولى. كيفاش نعرفوا باللي فارت؟ راح تشوفوا كي يبدا البخار هذاك يطلع، راح تزيدوا لها شويه وطفيو عليها. وثاني حاجه تقدروا ثاني طيبوا المرق من تحت في الكسكاس، في القدره تاع الكسكاس، وديروا الشخشوخه تفور من الفوق هكا، هذاك المرق راح يطلق لكم البنه تاعو ولا الشخشوخه. هنا بعد ما تفور التفويره الاولى راح نعاودو نحطوها باش نفور، باش تفور المره الثانيه، ونزيدو حتى المره الثالثه. بهذه الطريقه امبوسيبل الشخشوخه تاعكم تتعجن. هنا بعد ما فارت التفويره الاولى راح نجيب واحد، انا درت هنا باكي كامله، يعني باكي كامله دات لي واحد النص كاس ناقص شويه تاع الماء، يعني راح نرشو برك ونديرو الملح، راح نرشو برك. اللي يدير قل يعني تقدر تديلك حتى ربع كاس، يعني رشات برك، ماشي كيما طعام لازم يشرب. هنا نخلطو مليح هذاك الماء وهذاك الملح، ونعاودو نرجعوها تفور للمره الثانيه. هنا بعد ما تفور للمره الثانيه واش راح نديرو؟ راح نعاودو نحوها باش نزيدو نخدموها للمره الثالثه. قلت لكم هنايا نفوروها ل3 مرات هكا باش الشخشوخه تاعنا ما تجيناش كامل معجنه وتجينا بنينه. بعد ما تفور للمره الثانيه واش راح نديرو؟ انا راح نحيت كميه من المرق، صفيته بالصفايه عادي باش يتنحى داك البصل وكامل. ديت قيس بول تاع شوربه، ضفت له مغرفه تاع طوماط كونسونطري، مغرفه تاع مارغرين، واللي يحب الحار يدير شويه هريسه. ما في القدره تقدروا ديروا وحده حار عادي. هنايا عن هذاك المرق اللي نحيته راح نسقي به ولا نشرب به هذيك الشخشوخه تاعي. نخلط مليح، نخليها تشرب مليح هذيك المرقه، ونعاودو نرجعوها تفور للمره الثالثه والاخيره. هنا البنات راح نشرح لكم الطريقه بالهضره باسكو المقاطع تاع لي فيديو كامل راحوا لي. دونك هنا بعد ما فورتها للمره الثالثه واش راح ندير؟ راح نقبلها، ندير لها مغرف تاع لا مارغرين، نخليه يذوب فيها، وراح نجيبو قدره. القدره نحطو فيها الشخشوخه تاعنا كامله، والمرق تاعنا اللي كان طاب نصفوه من الحمص، ونصفوه من الدجاج، ونصفوه حتى من البصل، يعني نديروه في صفايه ونصفوه، لازم يكون صافي. ونبداو نفرغوه على المرق غير بشويه، عفوا على الشخشوخه بشويه، ونجمروها حتى نتحصلوا على القوام، يعني تفيقوا لها باللي شربت مليح لاصوص. بعدها رايحين نزينوها، كل واحد وطريقه التزيين تاعو. انا نورمال شويه الحار، وحمرت هذاك الدجاج
وزينتها بهذاك الحمص من الفوق. كاين اللي يزينوها بالبيض، كل واحد يزين على طريقته. هذه هي شخشوخة الظفر تاعنا. وصلنا نهايه الفيديو تاعنا اليوم. نتمنى ما تنساوش ديروا لي ابوني، تعليق شباب كيما نتوما، لايك على الفيديو، بلا ما تنساو تفعلوا الجرس اللي راه لتحت باش اي فيديو نحطه راح يلحقكم كل جديد. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تبقاو على خير. باي باي.